السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما قال فتح الله المغاري، بعد الغيبة الطايلة ودموع العين سايلة، نبداو هذا الفيديو على بركة الله. من بعد هذه الغيبة اللي غابت عليكم الحاجة نادية، مطبخ نادية السعيدي، جاء اليوم الوقت باش تقدم لكم واحد الأكلة اللي هي الحوت بالشعريات الصينية. هاد الأكلة جات من بعد واحد الغبرة غبرات عليكم في اليوتيوب، اللي كان الظروف ديالها أن الولد ديالنا الحمد لله ونعم الشكر ولا لحالته الطبيعية، دار عملية صعيبة ونتمناو يسلك الله وليدات المسلمين جماعين. الحديد كيقتل والهبيل كيرفد الثقل. هاد القصيدة كانت بالموتور والحمد لله خرجت سالمة، ونتمناو لكل وليدات المسلمين جماعين يكونوا على خير وبخير. موضوعنا اليوم هو الحوت بالشعرية الصينية. دابا غادي نقدموا المقادير ان شاء الله، اللي هما حوتة من وزن 2 كيلو الا ربع، معها ضرسة كبيرة ديال الثومة، شوية القزبر والمعدنوس، حامضة مرقدة ومقطعة طريفات صغار، ضامة ديال الزعفران، معلقة كبيرة ديال السكنجبير، معلقة كبيرة ديال الكمون، ومعلقة صغيرة ديال الملحة، نص كاس ديال الزيت زيتون، وكاس ديال زيت النباتية، و كيلو ديال الشعرية الصينية مرقد في الماء السخون، الماء طايب على بركة الله. من بعد ما كتمزجو ولا كتخلطو كما كنقولو تقويمة، كتشرل بها الحوتة اللي منقية من الوسط ومنقية من الجناب ومشرطة من الفوق ومن التحت. كتشرمل بهاد التشرميلة اللي ذكرناها، هاد الخليط اللي تذكر به باش كتشرمل الحوتة وكتشرمل الشعرية الصينية وكيتشرمل حتى خيزو ومطيشة اللي غادي يتفرشوا ليه على بركة الله. وانتوما كتفرجوا في الفيديو غادي يبانوا لكم المقادير وتبان لكم الطريقة ديال التحضير. هنا الحاجة نادية كتمزج كتخلط الشعريات الصينية بهذاك الدغميرة اللي دارت. من بعد ما دغمرات مزيان الحوتة ودغمرات مزيان خيزو ومطيشة اللي غادي يتفرشوا الحوتة، وانتم تبعوا معنا الطريقة وغادي يبان لكم كيفاش طريقة التحضير. الور الوقت فاش كتخلط الشعرية كتزيد ليها الزبيب
كتزيد ليها الزبيب اللي هو عبارة عن تقريبا 200 غرام ديال الزبيب، وكتبدا على بركة الله تعمر الحوتة. كتفرش اللاطة ديال الحوت بخيزو ومطيشة مدغمرين، ومن بعد كتعطيك التقديم ديال الحوتة مازال ما طيبش. من بعد ما كتفرش اللاطة بخيزو ومطيشة كتعمر الحوتة بهاد الطريقة اللي كتشوفوا فيها. كتعمرها بديك التدغميرة ديك الشعرية، والأكلة هكذا وكتبان بأنها لذيذة بزاف. كتعشقها تشوفها هكذا بهذه الطريقة العظيمة اللي كتعمر بها الحاجة نادية هاد الحوتة. كيبان لك المذاق ديالها. هاد الفيديو اخواني المتتبعين لهاد القناة ديالكم المتواضعة تدار قبل من القصيدة ديال الدري، الله يشافيه ويعافيه ويشافي كل مرضى المسلمين. من بعد ما حطات الحوتة زادت عليها الفلفلة مقطعة اون طرونش هي والحامض، وزادت عليها شوية د الملحة وشوية د الكمون، وعلى بركة الله غادي ديرها في الفران. قبل ما تتدار في الفران كتسقيها بالزيت النباتية من الفوق باش ما كتحرقش ديك الخضورية ديال الفلفلة مع الحامض. وماء الحار كل واحد وطريقته، كاين اللي كيزيد حار، كاين اللي ما كيعجبوش الحار ما كيديروش، الور كيدير في بلاصتو مطيشة ولا لي طرونش ديال البطاطا. الحاجة نادية دارتها بالفلفلة الخضراء الحلوة والحامض ومطيشة وديكوراتها بالحار. على بركة الله كما كتشوفوها محطوطة في اللاطة غادي ديرها في الفران. هو الطريقة عطيناها لكم، ونتمناو هذا الفيديو يكون عند حسن ظنكم ويعجبكم، وتجربوا هذه الأكلة هذه المشهورة بناحية سوس، وتعطيونا الفكرة ديالكم ولا شي طريقة أخرى باش كتوجدوا نتوما هاد الأكلة هذه. ما تنساوش القناة من التعليق، ما تنسوهاش من اللايكات وشجعوها. وكتعرفوا ملي كتعطل في اليوتيوب كيطيحوا المشاهدات. نتمناو تبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق باش يكون عنده واحد المشاهدة اللي غادي تعاود تحيي القناة من بعد هاد الروتار وهاد التعطيلة اللي تعطلات الحاجة نادية ما حطات لكم شي فيديو جديد ولا شي أكلة جديدة. وما نساوش من بعد ما
بريزونطاتها بالفلفلة والمطيشة والحامض، زادت فوق منها واحد 10 ولا 15 زيتونة كديكور مع الحار. ايوا نتمنوا تعجبكم وتجربوها، والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا الأعزاء.